مرحبا اخواني، شلونكم حبايبي؟ ان شاء الله بخير. اليوم عندنا اكلة اسمها زنجر كريسبي. جبنا طبعا صدر مال دجاج، تقريبا بنص كيلو، وقطعناه الى شرايح. شوفوا الطريقة مالته اخواني، ايش قد سمكه وايش قد الطول مالته. هاي هيك نقطع الشرايح. هسه نجي نخلي التتبيلة. عندنا فلفل ابيض نصف ملعقة، عندنا زنجبيل نصف ملعقة ايضا صغيرة، عندنا بودرة ثوم ملعقة صغيرة، عندنا بودرة بصل اخواني ايضا ملعقة صغيرة. صغيرة يعني قصدي وسط، ملعقة وسط حتى لا تتوهموا. بابريكا ملعقة وسط ايضا. عندي هيل ايضا ملعقة وسط. وعندي تباسكو بس هذا ما نخبطه هسه حاليا. وعندي نص ليمونة. هذول انا شوية ما نخبط البهارات ويا بعض، حتى ناخذ شوية من عدن نحطه بلا طحين، وبعدين اجي اكملكم الباقي. هسه اخواني اخذنا شوية من البهارات على مود طحين. هسه نجي نضيف الحامض اللي قلنا عليها نص ليمونة، هاي نص ليمونة، ونجي نحط التباسكو نصف ملعقة صغير وسط، هذا اللي ينحار. ونضيف عليه شوية مي حتى نقدر نخبطه. ونسينا نقول لكم اخواني، طبعا عندنا الهيل، العفو هاي شو اسمه، هاي البهارات اللي اخذناها من على مود الطحين. هسه نجي نخبط المكونات. نجي نحط صدر دجاج بيهن هذولا، هسه نجي اخواني طبعا هاي نغلفها من نايلون ونحطها بالبراد اقل شيء 3 ساعات، وبعدها نطلعها ونحكي لكم. اخواني طبعا جبنا هسه الطحين كوب ونص، وهذا طبعا راح نحط بيه ملح نص ملعقة وسط، ونحط نشا ملعقة كبيرة، وهاي البهارات اللي اخذناها بالبداية طبعا المشكلة كلها انواع، اخذنا شوية قسم من عندها هسه نخبطها بالطحين. هسه نجي نخبطنا هذول كلهم سوية حتى تتجانس. هسه هذا نخليه على صفحة.
اخواني طبعا اخذنا نص كوب طحين. هسه عندنا بيضة وحدة راح نطقها بالجسمة بالطحين. وش عندنا اخواني؟ راح نخلي نص كاسة مي. ونخبطهم. هسه اخواني احنا طلعنا هاي التتبيلة من شو اسمه من البراد بعد 5 ساعات. هسه نجي ناخذ قطعة واحدة، نجي نغمسها بالاول بالطحين، وبعدين نجي نخليها بهذا المحلول قلنا لكم عليه، وبعدين نرجعها مرة ثانية بالطحين. نغمسها زين بالطحين حتى تاخذ كمية زينة تتقرمش زين. شوفوا اخواني شلون طلعت، شوفوها. وهاي نحطها هسه بالصينية، حاطين بالصينية شوية طحين حتى ما تلزق. ناخذ قطعة ثانية هسه نفس الوضعية. شوفوا اخواني بهالطريقة هاي تسووها كلها. ناخذ قطعة ثالثة ايضا. شوفوا اخواني هسه احنا اخواني اجينا راح نقلي شو اسمه. هسه تقريبا الحرارة مالته صارت 160 170. شوفوا هاي العجينة شلون طفت فوق. هسه نجي ناخذ واحدة من عندهن نخليها بالزيت، وهاي الثانية. وهاي الثالثة. وهاي الرابعة. بعد ما نقليها اخواني راح اراويكم شلون. اخواني هسه خلصنا شو اسمه هذا الزنجر. هسه عندي بطاطا. هاي البطاطا سلقتها طبعا نص سلقة وقطعتها هيج وحطيتها بنفس الطحينة. هسه راح ابدأ اقليها. شوفوا اخواني هاي النتيجة النهائية بعد القلي. هاي شوف البطاطا شوف ايش محلاها ذهبية، وكذلك الكنتاكي العفو الزنجر. هسه نجي نسوي صلصة مع سندويش. عندنا نص كوب مايونيز، عندنا بودرة ثوم ملعقة وسط، عندنا خردل ملعقة كبيرة، عندنا سكر ملعقة وسط،
عندنا كاتشب 2 ملعقة كبيرة. عندنا باربيكيو صاص ملعقة كبيرة. عندنا شوية مخلل خيار. هذول كلهم نخبطهم شوية يا اخواني. هسه اخواني رجي نسوي سندويشة. بالاول نحط الخلطة اللي سويناها. نجي نحط هذول البصل شوي، وبعدين نحط شوية الخس، ونحط بصل مع الزنجر، ونحط فوقها الطماطة اخواني. هاي كملت السندويشة يا اخواني.